بتصحى مش طايق تعمل حاجة، مش متحمس، حتى الحاجات اللي كانت بتفرحك بقت عادية. تعمل ايه؟ تمسك الموبايل، تسحل نفسك في اي حاجة تضيع بيها الوقت، بس الاحساس لسه موجود. تقول لنفسك هو انا زهقان بس مش فاهم ليه. دكتور جو براون في كتابها سي يور إليفانت بتقول الملل مش فراغ في الوقت، الملل فراغ في المعنى. وفي نوع من الفيلة بيبان بسيط جدا، ناس كتير تقول عادي ما كلنا بنزهق، بس الحقيقة هو ممكن يكون علامة على حاجة أعمق بكتير، فراغ في المعنى مش فراغ في الوقت. زي لو حد بيصحى كل يوم يروح نفس المكان، يعمل نفس الحاجة، يرجع من غير إحساس، من غير هدف، من غير سبب حقيقي. من بره حياته جميلة قوي ماشية، بس من جواه فاضي، واللي بتعمله مش فارق معاك، مش لأنه مش مهم، لأنك بعيد عن المعنى. الملل إشارة مش عدو، إشارة إن في حاجة محتاجة تتغير، تتفهم، تتجدد. المشكلة إننا بنهرب منه، بنقول عادي كل الناس كده، ما نكمل وخلاص، أو تغطيه بسكرول، تشغل نفسك، تشتت نفسك، واللي بيحصل الإحساس يزيد مش يقل. خليني أقولك إن الهروب من الملل بيزوده، لأنك بتغطي على الرسالة اللي عايز يقولها لك، مش بتفهمها. دكتور جو براون في كتابها سي يور إليفانت بتقولك الحل مش إنك تضغط على نفسك أكتر، مش إنك تملى يومك غصبا عنك، لكن إنك تسأل السؤال الصح: هو إيه في حياتي مش حاسس ليه معنى دلوقتي؟ وبعدين تسأل نفسك: هل المشكلة إنك محتاج تحدي، يعني محتاج حاجة تتحدى بيها قدراتك، ولا محتاج تجديد، يعني محتاج تجرب حاجة مختلفة خالص، ولا محتاج اتجاه، يعني محتاج تعرف رايح فين؟ لأن في فرق كبير بين إنك تملى يومك وإنك تحس إن يومك ليه معنى. بعد ما تعرف السبب تاخد خطوة تانية، ارجع لحاجة كنت بتحبها، جرب حاجة جديدة خالص. مش لازم تغير حياتك كلها، كفاية تغير زاوية. مش كل ملل محتاج هروب، بعض الملل محتاج إنك تقف وتفهم. خد بالك، الملل مش ضدك، الملل بيحاول يلفت نظرك. واسأل نفسك النهاردة: هو أنا زهقان ولا أنا بعيد عن حاجة ليها معنى في حياتي؟ ممكن يكون ده فيلك.